بعد معاناة وجهد عدلت نومي، قلت يا ابوي ما ينفع انام بشقتي، ما حد يصحيني. رحت نمت عند ابو الهش وصقر، يا عيال تكفون قعدوني الساعة 10 عندي تصوير. وما قصروا العيال والله، صحوني ونقول عزيزي الصاحي انت كل صباحي. يا اخي من زمان عن الشمس. طبعا هذا الشريط اخذته من اخوي ماجد، انصدمت من الاغاني، كل شوي له جو، اسمعوا. خلوا هذه، اسمع اللي بعدها. يا نجم دار خلوا الشيلات، اسمعوا اللي بعدها، اسمعوا. شلون اطلع بسرعة، شلون شيلاتني، اثبت على شيء. من زمان ما فتحنا فقرة قصص فارس، اساسا الفقرات كلها من زمان عنها. يلا نبدأ فقرة قصص. كان يا مكان في قديم الزمان، كان في شخص وظيفته بس انه ياخذ ركاب من مدينة ويوديهم مدينة ثانية، طبعا احنا نسميهم كداد. يقول اني اخذت ركاب من الرياض للدمام، يقول ركبوا معي 4 اشخاص، وذولي من كلامهم انهم شلة، ولابد كل شلة يكون فيهم رئيس، الرئيس هو اللي ركب قدام. يقول وقفت عند محطة عشان اصلي، وقف عند محطة، وقف عند المسجد، قال لي يا شباب انا بنزل اصلي، انزلوا صلوا معي. رد رئيس الشلة قال انا ما اصلي وذولي اخوياي كلهم ما يصلون. يقول انا مو مطوع، بس رديت عليه قلت له في مسلمين ما يصلون، وعطاه حديث. طبعا رئيس الشلة اقتنع بالكلام والتفت لاخوياه قال يلا ننزل نصلي. نزلوا كلهم عشان يصلون العصر، طبعا صلاة مسافر ركعتين، صلوا الركعة الاولى والركعة الثانية كلهم قاموا من السجود الا رئيس الشلة هو الوحيد اللي ما قام. خلصوا من الصلاة يفكرون ان الرجال خاشع لله، يا فلان قوم يا فلان قوم، وواحد من اخوياه يمازحه، دفوه الا وهو ميت. يقول واحد من اللي كانوا راكبين وراه يصيح عليه صياح الطفل، اكتشفت انه اخوه وجيت اني اهديه، يا ابن الحلال كنا على هذا الطريق. التفت عليه بنبره حزينه قال انا ما اصيح لانه مات، انا اصيح لاني انا هو لنا 15 سنه ما نصلي، 15 سنه ما ركعنا لله. شفتوا يا جماعه الخير ان الله غفور رحيم، 15 سنه ما ركع لله، والله قبض روحه وهو ساجد لله. يا رب حسن الخاتمه يا رب. أجل تقولون ان الرياض طفش ما فيها شيء، ها شوفوا مطر واجواء وخضار ما شاء الله، وش تبون بعد؟ وش تبون؟ طبعا انا جاي هنا عشان تصوير، وتصويري باقي له ساعة، وقلت اني اطلع اتمشى، الحين بعدت عن اللوكيشن مرة، كل شوي اكتشف شيء اجمل يجذبني اني ابعد. بسوي حركة لعيونكم، يلا عطها. ايه لا فيصل الله يعينك على البهذلة، الله يعينك على اللي بيصير. من اليوم يقنعني فرس اركب فرس اركب، والله ماني براكب. الرجال خايف. هذا الشخص يصور اي شيء خلف الكواليس حق شباب البوم، يعني اي شيء غير الكاميرا تحصلون عنده. ايوه تابعوا بحط لكم سنابه. والحمد لله خلصنا تصوير، بس اليوم تصويرنا مع المبدع فيصل العيسى. والله اتحداك يا كبير، وش ذا الابداع؟ منور سنابي. عرك جديتك والله ابدعت. الله. التصوير اليوم صورناه ان شاء الله نعرض برمضان على مسلسل شباب البوم، وانا شاركت بحلقه واحده للي يسال، مو بكل الحلقات.